حبيبي وعزيزي برج الجدي قائد المرحلة الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين يلي من قلبي قريبين وانتوا عارفين ومتأكدين. نقول بقى يا حلوين توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من فبراير شباط من يوم 7 ليوم 14، والنبي أسبوع كله حوارات وتغييرات وتقلبات إيجابية إن شاء الله. في شوية سلبيات، حاجات رخمة شوية هناخد بالنا منها، هنقولها مش هنعديها، وكده كده كل اللي بنقوله الله أعلم بتاعت ربنا تماما، هي كلها فرص واحتمالات. طبعا بقى مهم جدا يا حلوين تشوفوا الفيديو بتاعكم ده للآخر، أيوة لازم ما فيهاش كلام. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع اللي جاي، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتعبيراته، ونبدأ بسم الله على طول ونقول إن الأسبوع شكله كده من بره مالي بامتياز، أمور ليها علاقة بالفلوس، سواء علاقة مالية مع الإخوة مع الأبناء مع الأهل مع الأصدقاء مع الزملاء مع العمل مع أي جهة في أمور مالية. وارد يبقى في ضغوطات، في التزامات، في مصروفات، في مسؤوليات، دماغكم شغالة لغاية يوم 11. ما مش هنقول تعبانين بس مضغوطين شوية في الأفكار المالية، الدنيا غالية عليكم، في مصاريف والتزامات عليكم، عايزين تظبطوا أموركم، دماغكم عمالة رايحة جاية. تبدأ بأمر الله الانفراجات والحلول والأفكار والنور يظهر من بعد يوم 11 مع دخول عطارد في برج الدلو. يا سلام يا سلام، عطارد هنا يدخل يديكم الفرصة بأمر ربنا للتنظيم المالي، للحلول المالية، للسيطرة على المصاريف، تقللوا التبذير وتحوشوا كتير، تحافظوا على مصدر رزقكم، تحافظوا على دخلكم او تزودوه، تمنعوا السرقه والغش والنصب والاستغلال. تلاقوا الافكار بدات تنور معاكم، ازاي تغطوا ده وازاي تحلوا ده وازاي تمسكوا هنا وازاي تصرفوا هنا وتاخدوا بالكم مش عارف من ايه. تلاقوا الامور الماليه بقت افضل بكتير بامر ربنا من بعد يوم 11، بس استحملوا شويه وما تستسلموش وما تخافوش لغايه يوم 11. فالحته الماليه كده وضحناها، بس نيجي لجزئيه تانية لا تقل اهميه، وهي ان عندنا الزهره في برج الحوت في بيتكم الثالث، وارد وبنسبة كبيرة الله أعلم يبقى في مشاوير بعيدة أو سفر داخلي، مكالمات مع أطراف بعيدة عنا، تفاوض، نقاش، عندكم القدرة والإمكانية والفرص حلوة ومية مية. من أفضل الأسبوع للتفاوض، للإقناع، تقنعوا اللي قدامكم، تبرروا تصرفاتكم، تدافعوا عن موقفكم، تبيعوا أفكاركم، تعرضوها. مميزين جدا خلال الأسبوع بالفرص اللي ممكن تجيلكم. اوعوا تكنسلوا مشوار، اوعوا تأجلوا، اوعوا تأخروا، اوعوا تكسلوا ابدا. ادخلوا نقاش، منافسه، مواجهه، اي حوار، وبامر الله مستفادين وكسبانين. يدعم اكتر ان المريخ في برج الجوزاء وفي حركه اماميه في بيتكم السادس، العمل والصحه، الطاقه موجوده، النشاط موجود، القدرات موجوده، تروحوا تيجوا تحلوا، تلاقوا انفراجات، حلول عمليه، ترتبوا اولوياتكم، تنظموا اوقاتكم، تاخدوا قرارات، تبقوا اخطبوط في نفسكم كده، بتعملوا ده وده وده اكتر من حاجه في نفس الوقت، حاجه رائعه وجميله. يبقى نستفيد بس برضو نحذر التسرع في القرارات العملية أو الصحية، ما تتهورش عشان ما تتعورش. طبعا وجود المشتري في برج الحمل في بيتكم الرابع يعني فرص عائلية منزلية كمان موجودة، حلول، أفكار، حمل، إنجاب، زواج، علاقة ما بين الأزواج. في التزامات ومصروفات ومسؤوليات وصيانة وإصلاح وحوارات، بس قادرين عليها وتتقلب لإيجابيات، وفرص للعزال والانتقال على فكرة موجودة. طبعا عطارد عندكم يا جدي لغايه يوم 11، فهنا لغايه يوم 11 عندكم قدره على التنظيم، على التفاوض، على الاقناع، عندكم قدره على التواصل مع الاخرين، عندكم سرعه بديهه جميله تلقطوها وهي طايره. رد فعلكم ممكن يبقى اسرع وافضل في نفس الوقت. طبعا اورانوس في برج الثور، فلا زالت الامور العاطفيه ملخبطه متقلبه عند كل الجدي لا استثني احدا، رجاله ستات ايا كان، الكل عنده لخبطه عاطفيه، حبه فوق وحبه تحت، حبه فرص وحبه مشاكل. فاللخبطه العاطفيه مستمره معانا شويه، فخلوا بالكم يا حلوين. وكده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي بقى لكل يوم من الايام بالتفصيل. يا جدي يا جميل انت يا جميل، والبدايه ولا احلى ولا اروع ولا اجمل. التلات والاربع 7 و8 فبراير شباط، القمر في برج العذراء، بيتكم التاسع، فرص لسفر، فرص لتميز، فرص لقرارات جديده، فرص لرجوع عن اخطاء او رجوع عن قرارات، فرص لتعديلات، فرص لتحديد اهداف، فرص لطاقه ايجابيه، طاقه روحانيه، طاقه ربانيه، نجاح، تفوق، خطوه لقدام. من اجمل الايام، يومين حلوين بامر الله تطلعوا منهم مستفيدين. نكمل معاهم الخميس والجمعه والسبت 9 10 11 فبراير، القمر في الميزان
الحسبان، هنا اختبارات لسمعتكم ومكانتكم، وضعكم العملي الاجتماعي، نظرة الآخرين ليكم. وارد تمروا بمواقف صعبة، محتاجين تكونوا مستعدين تهدوا على نفسكم حبتين، ما تتسرعوش في قراراتكم أو خطواتكم، وخلوا بالكم من تصرفاتكم، ما تجيبوش وجع الدماغ لنفسكم، مفيش حاجة هتشفع لكم، ما تسيقوش ليكوا. خلوا بالكم بتعملوا ايه وبتتكلموا ازاي، بتقولوا ايه لمين. رتبوا اوضاعكم، بس فرص لنجاح وتفوق وترقي، وتوصلوا لحاجة ترفع من مكانتكم وشأنكم في الثلاث ايام دول. نقول يا رب. هنيجي بقى على الحد والاثنين 12 و13 فبراير شباط، القمر في العقرب، بيتكم ال11، العلاقات، الآخرين، تطلبوا مساعدة تلاقوها، يطلب منكم مساعدة تقدموها، تواصل، تعاون، نقاش، لقاء، قعدة، اجتماع، سهرة، تجمع، علاقات علاقات علاقات، استغلوها واستفيدوا منها، وبأمر الله تعوضوا اللي فات. يومين حلوين قادرين تاخدوا فيهم قرارات بمساعدة الآخرين، فاستفيدوا من أي حد في حياتكم في اليومين دول. هنيجي اليوم الثلاث الفالنتاينز داي، اللي هو هيبقى 14 فبراير شباط، والقمر في برج القوس. لا ده ستوب وهدي وخلي اليوم ده يعدي. القوس بيتكم ال12، متاعب، مصاعب، أسرار، أعداء، كسل، إهمال، مشكلات، عند جدال. خلوا بالكم، استخبوا في اليوم ده، ما تعملوش مشاكل، ابعدوا عن أي حاجة تجيب لكم وجع دماغ، احذروا الحساد والأعداء، خلوا بالكم من المؤامرات، ابعدوا عن الإهمال في العمل والصحة، بلاش قرارات أو بدايات أو خطوات، ويفضل ما نعتمدش على الحظوظ في اليوم ده عشان الأسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.